السلام عليكم، إيه الاخبار؟ يا رب كله بخير. مع حضراتكم كابتن احمد علاء من بيون زينون. النهارده عندنا انباكجنج وريفيو لبوبولا بيور درايف. طبعا المضرب زي ما حضراتكم شايفين تحفه جدا، ممتاز جدا، الوانه يعني بجد انا مبسوط وانا شايله. بس يعني طبعا حضراتكم شايفين. طيب، هنتكلم النهارده عن ايه اهم مميزات وايه عيوب المضرب ده. اول حاجه، المضرب ده اكتر مضرب مشهور في مصر. انا بعتبره البيست سيلر بتاع شركه بوبولا. طبعا دلوقتي البوبولا بيور ايرو الكراز في ثانيه هيوصل له وهيعديه، لان هو ما شاء الله بوبولا بيور ايرو الكراز الحمد لله ده كان اكتر مضرب مطلوب مننا، فانا متاكد من كده. طيب، ايه مميزات البوبولا بيور درايف خليه فعلا تربع على عرش البوبولا؟ المضرب ده شهرته بسبب حاجتين مهمين قوي: السبين بوتنشال والاكسبشنال باور. ده بيخليه مناسب لاساليب مختلفه جدا من اللعيبه. المضرب طبعا الماتيريال بتاعته جرافايت، وده بيضمن باور كويس مع وزن خفيف. الديزاين بتاعه بيضمن المتانه والثبات، وده بيساعد اللعيب with high intensity matches. عندنا تقنيه الاف اس اي باور، وده بكل بساطه فرق المسافات بين السترنج واسع، فده بيوسع السويت سبوت، فبيدي باور، اقصى باور ممكن بعدد قليل من الاخطاء بسبب السويت سبوت واسعه. وعندنا تقنيه الكورتكس بيور فيل. بكل بساطه التقنيه دي ان الفايبريشن اللي بتحصل الناتجه عن ضرب الكوره بتقلل، المضرب بيقللها، فبيكون مريح للايد وبيدي كنترول افضل للعيبه. المضرب بيوفر توازن بين القوه وسرعه السوينج، فده بيخليه مفضل جدا للعيبه اللي بيلعبوا على التاكتكس او البيز لاين والنت. طبعا الباترن بتاع السترينج 19 في 16 ده بكل بساطه بيكون مريح جدا للعيبه التوب سبان والسلايس، بيساعد او بيسهل التحكم على اتجاه وسرعه الكره. بكل بساطه واختصار، ايه مميزات البوبولا بيور درايف وايه عيوبها؟ مميزات البوبولا بيور درايف ان هو بكل بساطه جدا بيولد باور كبير جدا بمجهود قليل. وعندنا البوتنشال توب سبان، السويت سبوت واسعه فبالتالي الاخطاء قليله. والمضرب فيه راحه وتحكم بفضل تقنيه الكورتكس بيور فيل. بكل بساطه المضرب مناسب جدا لاساليب لعب مختلفه. بس المين اوبجكت بتاع المضرب ان هو باور، برضو عايزين نكون فاهمين الحته دي. طبعا المضرب ليه مثلا نسب مختلفه للباور والكنترول والسبان. السترينج نفس الكلام. فكل مضرب لو حطيت له مثلا انت محتاج مضرب باور والسترينج سبان بيفرق معاك جدا، بيكون حلو جدا. طيب، احنا اتكلمنا عن المميزات، ايه بقى العيوب؟ المضرب مش مناسب للعيبه المبتدئه. لو انت لعيب مبتدئ وعايز مضارب مناسبه ليك، اتفرج على الفيديو بتاعنا ارخص مضارب تنس في مصر. طيب، المضرب مناسب لمستوى ايه؟ الادفانس فيما فوق، بسبب ان هو محتاج دقه شديده جدا في التعامل واتقان في التكنيك. الثبات في السيرف والريتيرن ضعيف مقارنه بمضارب تانية. طبعا الباترن بتاع السترينجز 19 في 16 بيتقطع بسرعه، مش بسرعه جدا بس العمر بتاعه قليل. ايه هي الخلاصه؟ الخلاصه ان المضرب ده مناسب لاساليب لعب كتيره جدا بسبب التوب سبان، السلايس، الباور، البوتنشال سبين عامه. فانا بنصحه في مصر، ان زي ما قلت لحضراتكم السوق بتاعه كويس جدا، ان هو اكتر مضرب منتشر، سعره قليل مقارنه بمضارب تانية من بابولا. لو حضرتك حبيت مثلا تعالي الوزن هتلاقي له سوق طبعا معتمد على السعر اللي حضرتك عرضه بيه وحاله المضرب. ده كان الريفيو بتاعنا على البوبولا بيور درايف. استنونا هتلاقوا ريفيوهات تانية ان شاء الله. بنحاول نعمل البوبولا بيور ايرو الكروس في اقرب وقت، واكيد هتبقى في مضارب من ويلسون. لو حضراتكم عندكم اي استفسارات تانية ممكن حضراتكم تبعت لنا، اللينكس بتاعتنا هتلاقيها في الديسكريبشن. مستنيينكم.